بصوا يا جماعة، أهم نقطة في الموضوع كله واللي بيتبني عليها الأساس بتاع تربية طفلك إنك ما تجبروش طول الوقت إنه يسمع كلامك. تجبره إنه يسمع كلامك في كل حاجة. مفيش حاجة اسمها نقاش، مفيش حاجة اسمها إنك تختار، مفيش. طفل كده أنت بتنزع شخصيته، بتنزع كرامته، بتخليه بلا هوية. فما تجيش بعد كده تزعل ان في حد بيعتدي عليه او في حد بيجبره انه يعمل حاجة هو مش عايزها، ما انت اللي ربيته على كده. فما نربيش عيالنا على الطاعة العمياء ونرجع نزعل لما نكتشف ان هما كانوا طاعة عمياء برضو مع حد بيجبرهم على حاجة احنا مش حابينها. فلازم ندي مساحة لولادنا ان يبقى ليهم رأي، يبقى ليهم كلمة، يبقى ليهم شخصية. ما بقولش ان احنا نسيب الحبل على الغارب زي ما بيقولوا، لا، بس يبقى فيه نطاق للمساحة انه يقول رأيه، انه يقول لأ، انه يعترض على حاجة مش عاجباه، عشان نطلع شخصيته متكاملة بالشكل ده. فيقدر لو حد من بره جه يفرض عليه حاجة هو مش حاببها، لان احنا ربناه من صغره ان ده ما ينفعش وان ده عيب، وان ما ينفعش حد يبوسنا، ما ينفعش حد يلمسنا، ما ينفعش نرفع هدومنا قدام حد. لو حد حاول يرفع هدومك او يلمسك او يبوسك غصب عنك، صوت ولم عليه الناس وقول للي حواليك اللي هو حاول يعمله. فبالتالي يبقى انت كده بنيت شخصية متكاملة، ربيته من صغره على العيب واللي ما يصحش والحدود بتاعت اللي حواليه معاه والخطوط الحمراء بتاعته وبتاعت جسمه، وفي نفس الوقت ربيته انه ليه كلمة وانه له اختيار وانه له شخصية. فكده انت قفلت الدنيا على المعتدي، مش هيقدر يعمل حاجة مع ابنك.